عشان نوصل لأي هدف كبير في حقيقة واحدة لازم نفهمها الأول. تخيلوا كده، 90% من الناس بيبدأوا أي حاجة جديدة بحماس رهيب. بيبدأوا بحماس وبعدين فجأة بيقفوا. لو السيناريو ده حاسين إنه بيتكرر، يبقى لازم نعرف إن المشكلة مش فينا، المشكلة في الطريقة نفسها. وهي دي بداية المشكلة كلها. الحماس ده عامل زي البنزين بالظبط، بيدي دفعة قوية قوي في الأول، بس هو في الآخر مورد محدود ومسيره يخلص. ولما بنزين الحماس ده بيخلص، الدفع اللي كان بيحركنا في الأول بيختفي هو كمان، والرغبة في إننا نكمل بتروح، والنتيجة دايماً محبطة. مشاريع مكتملش وأهداف بنسيبها في نص الطريق، وده طبيعي لأن الاعتماد على مشاعر مؤقتة نتيجته دايماً واحدة. وهنا بقى النقطة المهمة جداً. أغلبنا فاكر إن النجاح محتاج دافع ما بيخلص، بس الحقيقة إن الدافع ده متقلب، بيجي ويروح. الحاجة الوحيدة اللي بتضمن إننا نكمل هي إن يكون في نظام، سيستم واضح نمشي عليه. يبقى الحل إيه؟ الحل هو تغيير كامل في طريقة تفكيرنا. بدل ما نجري ورا مشاعر الحماس اللي بتيجي وتروح، الأهم إننا نبني مسار واضح، طريق ثابت نمشي عليه كل يوم. لازم نستوعب إن الوصول للأهداف الكبيرة مش سباق سرعة، هو أشبه بماراثون، مسار طويل بنبنيه خطوة بخطوة كل يوم. التقدم الحقيقي كله في تراكم الخطوات الصغيرة دي، خطوة وراها خطوة وراها خطوة. مش مهم الخطوة كبيرة ولا صغيرة، المهم إننا نفضل ماشيين. طيب إزاي نبني المسار ده؟ الموضوع كله متلخص في 3 قواعد أساسية، تعالوا نشوفهم. القاعدة الأولى إننا ننجز جزء صغير كل يوم مهما كان بسيط، ده أحسن 1000 مرة من إننا نستنى اليوم المثالي اللي ممكن عمره ما يجي عشان نعمل كل حاجة مرة واحدة. القاعدة التانية، الالتزام أهم من المزاج. الشغل بيتعمل عشان هو جزء من الخطة، مش بس لما نكون حاسين إننا عايزين نشتغل. الالتزام بالخطة دايماً بيكسب أي تقلبات في المزاج. والقاعدة التالتة، ودي الخلاصة، الاستمرارية دايماً بتكسب. في النهاية اللي بيكسب مش لازم يكون الأذكى أو الأقوى، لأ، اللي بيكسب هو اللي كمل وموقفش. هو ده بالظبط جوهر فلسفة Persist Paths. شعارنا بيلخص الفكرة كلها: التقدم مش الاستعجال، المهم نتقدم، مش مهم السرعة. Persist Path هي الإيمان بأن أي هدف عظيم بنحققه عن طريق الثبات على مسار واضح، مش عن طريق قفزات حماسية مؤقتة بتروح لحالها. وهنا يجي السؤال الأهم، لو النية بجد هي إننا نكمل اللي بدأناه، هل في استعداد حقيقي للالتزام بالمسار ده مهما كانت الظروف؟ لو الرسالة دي لمستكم، تابعونا وخليكم دايماً على المسار الصح اللي يوصلكم لأهدافكم.